السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة تاني يوم رمضان. طبعا كان كل الناس عندها اكل بايت من اول يوم، ف كان متبقي اكل من اول يوم يعني، فقلت بقى اعمل جنبه حاجة. عملت صينية جلاش كده بالفراخ. كان عندي صدر فرخة في ني في الفريزر، فطلعته وقطعته شرايح رفيعة. قطعت بصل وطماطم وفلفل جوليان، وجبت طاسة تيفال حطيتها على النار، حطيت فيها حتة سمنة واسيبها تسخن بقى خالص، وانزل عليها الفراخ وعلي النار. هي هنا خلاص كانت سخنت. بنزل بقى الفراخ والنار عالية طبعا، ما بقلبهاش خالص غير لما لونها من تحت يبيض. برش بقى عليها رشة فلفل اسود ورشة ملح. بتنزل بقى ميتها ما بتقلبيهاش عشان ما تهريش. هنا بقى كانت خلاص غيرت لونها خالص، فقلبتها ونزلت بقى عليها البصل. هقلبها بقى في بعضها كده لحد ما تتشوح مع بعضها. خلاص هنا البصل دبل، انزل بقى الفلفل واقلب برضو كله في بعضه لحد ما الفلفل نفسه يدبل. هنا كنت بوريكم. انزل بقى الطماطم، هي طماطمية واحدة وفلفلاية واحدة وبصلتين. عملت بصلة اللي هو البصل الابيض وبصلية احمر. هحط بقى التوابل بتاعتها. طبعا انا موطيه النار. حطيت شوية بهارات لحمة، وحطيت بابريكا مدخنة، وده كركم، واحط رشة ملح. انا بحط ملح بالبركة وسبحان الله بتطلع مظبوطة. طبعا عشان احنا صايمين ما بندقش وكده، بس سبحان الله الاكل بيطلع مظبوط. على حسب بقى ما انت ايدك واخدة على الاكل وكده بتحطي قد ايه. غطيت بقى عليها ووطيت. هوطي بقى عليها واسيبها ايه تستوي مع بعضها، متاخدش وقت، تقريبا خدت 10 دقايق. هنا كان سليم كنت بدوقه بقوله شوفها استوت ولا لا. قطعت بقى زيتون خليته، وهقسم بقى الجلاش نصين عشان احط نص في الطبقات اللي تحت ونص فوق. نجيب بقى الصينيه احط فيها، كنت بسيح سمنه على النار. مش عارفه ليه الاضاءه هنا بكسلت كده، ممكن عشان السيراميك بيعكس في الاضاءه. دهنت بقى الصينيه سمنه، وهبدأ بقى احط الطبقات. دي كانت خلاص خلصت اهي. كده الاضاءه احلى. هبدأ بقى احط طبقتين واحط سمنه. ادهنه سمنه يعني طبقتين وادهن سمنه. مبحبش اكتر فيه سمنه كتير عشان ما يبقاش دسم. هنا السمنه اهي. سامعين الاصوات دي؟ قاعده تحت الشباك، دول العيال اللي بيلعبوا في الشارع. هكمل بقى وارجع لكم. هنا كنت خلاص كملت الطبقات اللي تحت، هحط بقى الحشوه. هفردها بقى واحط عليها الزيتون. عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه، بجد كان طعمه فظيع. سيلين بيقول لكم باي. وانا بسجل قاعد يقول يا جماعه حطوا لايك، حطوا لايك واعملوا كومنت واعملوا سبسكرايب. اسمع كلام سليم بقى. الجبنه مطلعاها من بدري، حطها جنبي برضو مفيش فايده، متلجه.
حاولت افرفت الحته الباقيه دي، مش عارفه، فعملتها بالشوكه. حطيت بقى الزيتون اللي انا خالياه والجبنه، كده خلاص بقت تمام. هكمل بقى باقي الطبقات. وزي ما قلت لكم بين كل طبقتين بحط سمنه. بصوا مش بكتر. هنا بقى كنت خلصت وقطعتها، هدم بقى الوش سمنه وادخله الفرن. هو قعد بالظبط تلت ساعه. هو الفرن بتاع ماما عشان بقاله زمان وكده فكفاءته قلت، لكن هو لو فرن جديد وحامي بيقعد حوالي ربع ساعه بالكتير. دي بقى كانت كوبايه لبن، كسرت عليها بيضه، حطيت فلفل اسود وملح وضربتها بالمضرب ودخلته بقى الفرن. يعني ايه، لما يبتدي كده ينشف من الجنوب هطلعه احط عليه شويه اللبن دول وادخله تاني. هنا بقى لما الجلاش يخلص قلت ايه، اعمل معاكم عصير برتقال. ماما كانت مقشره لي البرتقال وانا يدوب كنت بقطعه، ولو في حاجه فيها بذر بشيله واحطه في الخلاط وهضربه على طول. انا مش عارفه انا اخف امتى بجد. انا بقالي كتير قوي تعبانه، خدت علاج ومفيش فايده، مش عارفه ده ايه. انا بحط على شفشق الخلاط كوبايه سكر من دي. حطيت بقى ميه، بصراحه حطيت ميه من الحنفيه لان الجو برد. طلعت بقى الصينيه اهي من الفرن، احط بقى عليها اللبن بالبيض وهميل الصينيه كده عشان يوصل لجميع الجوانب وادخلها الفرن تاني. خلصت بقى العصير هصفيه. انا بحب عصير البرتقال قوي. خلصت الدرس؟ مفيش حد هنا. بعمل مونتاج. لسه اصلا هنزل. ازيكم يا جماعة؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. هنا بقى كنت خلاص خلصتها وجهزت الاطباق. ده طبق سليم المقسم، ده طبق سليم بشيلها بقى من الجوانب عشان ايه ما تكونش لازقه. بصوا بقى حته صينيه جلاش في الولا يا ولا. بصوا، قمر ولا طعمها حكايه.